الجزء الثالث: هل كان آبو مقاولا للجمهورية التركية؟ ما عدا اعتقال ومحاكمة أوجلان، فقد حدثت تغييرات كبيرة داخل تنظيمات البكك وكذلك شمال كردستان، ورفع قرار حكم الإعدام عجل حصول هذه التغييرات، ابتداء بانسحاب مقاتلي البكك من جبال شمال كردستان. فكانت مناقشات التغييرات وتحديث النظام وإعادة التأهيل مستمرة في شمال كردستان منذ عام 99 لغاية 2017، بدء الثورة العقلية للكرد. خلال التسعينيات وقفت تركيا ضد الكرد بعنف وقوة، فحصلت عشرات الآلاف الأحداث المجهولة القاتل والفاعل. ومع هذا فقد استطاع الشعب الكردي الصمود، فيتم إصدار قرار عزل حزب مثل حزب الشعب الديمقراطي، وتمت إدانة الأشخاص الذين تحدوا أشد الأوقات صعوبة بتهمة الباراديغمية، النموذج الجديد، والتي لم يستوعبها. كما تمت إدانتهم بتهم شتى ومختلفة، وتم إبعادهم عن الساحة السياسية. وليس حزب الشعب الديمقراطي فقط، بل غالبية المؤسسات التراثية والفنية ومؤسسات المرأة تعرضت لهذا الداء والبلاء. وبدأت عملية إعادة تأهيل التنظيمات الملونة بألوان كردية نضالية وتغييرها، أي فقد كانت تحصل تغييرات جذرية كثيرة. فالكردستانية والعيش بنكهة القومية كان يتم تقييمها على أنها أفكار ضيقة ومتخلفة، وكانت تبنى عقلية يتم من خلالها تغيير الكثير من الكلمات. فتم تنقيح وتعديل الموسوعة النضالية القديمة للبكك، ووضعت مكان كردستان الجمهورية التركية. كما تم استبدال القومية الكردية بالقومية الديمقراطية، وطبق مشروع اتحاد وأخوة الشعوب موضع الحركة التحررية القومية. وقد استخدم عبد الله أوجلان حقوق الكرد في تقرير مصيرهم حسب دستور الأمم المتحدة، وسلم حقوق الكرد القاضية ببناء دولة وإدارة كيانهم للجمهورية التركية. فلماذا؟ أوجلان شخص مقاول. من كبرى خصائص البكك وصفاتها أنها تستطيع إخفاء نظامها وخصائصها، فعند تأملها من بعيد يبدو كل شيء طبيعيا، غير أن الإنسان إذا تأملها بعين معرفية فلا ترى أبدا أن العمل يسير بطريقة صحيحة وكما تريد، وتبرز النقائص الجدية. والمثال: فقد ضحى 40,000 شخص بحياتهم في النضال من أجل تحرير كردستان، وفي الوقت نفسه نرى أن اللغة الكردية وهنت في تلك البقعة من كردستان، وهي سارية في طريق الانهيار والتبدد. فمنطقة مثل آمت، والتي تعتبر عاصمة كردستان، فقد حصد حزب الشعب الديمقراطي 60% من الأصوات فيها، وتتحدث اللغة الكردية بقلة. فابتعادهم عن اللغة الكردية واندماجهم مع المجتمع التركي غالبية المرات، وخاصة بعد الألفية الثانية إذ اندمجوا مع السياسة الديمقراطية. ففي الألفية الثانية تقبل الكرد الانحلال والانصهار، بحيث نستطيع القول أن انحلال الكرد تم القبول بها منذ تلك الفترة. والحق أن انحلال الهوية الكردية في شمال كردستان له علاقة قريبة بمعاهدات أوجلان والدولة، وأنشئت معاهدات بين أوجلان والدولة التركية. وهذه المعاهدات وخلال 20 سنة الأخيرة يستطيع الإنسان أن يفهمها من منظور علم النفس الاجتماعي، وكذلك من خلال الوضع السياسي. وفي الوقت نفسه يستطيع الإنسان أن يلاحظ هذه النتيجة وبشكل واضح من خلال سجل ملاحظات لقاءات أوجلان وكتبه. وأقوى الأدلة على معاهدات أوجلان مع الدولة يستطيع الإنسان أن يلاحظها خلال مشاهد التحقيقات مع أوجلان. عملية التحقيق مع أوجلان هي عملية إنشاء معاهدة الدولة التركية معه عام 99. وعند إحضار أوجلان لتركيا أظهرت تركيا وكأنها تحقق مع أوجلان، وأن التحقيق يتم في سجنه بجزيرة إمرالي. غير أن الغريب في الأمر أنه بعد الإدانة وصدور حكم الإعدام بحقه كانت التحقيقات مستمرة وجارية على قدم وساق. والحق أن هذه التحقيقات زادت ووسعت من عملية المباحثات، وهدف هذه التحقيقات كان بناء شراكة.
فسجن إمرالي يدار تحت حراسة رفيعة المستوى، وكل زواياه تحت مراقبة شديدة، وأرضية الغرفة التي يتم التحقيق فيها مع أوجلان بها كاميرتا مراقبة كما سقفها، وتتم هذه التحقيقات والمباحثات باستمرار وخلال 24 ساعة كما يتم تسجيلها. وكانت تحقيقات أوجلان غالبا ما تدار من قبل أعضاء المخابرات التركية ميت والجيش التركي، فكان الجنرال حسن آتيلا أوغر يقود هذه التحقيقات. ولم يكن الشعب الكردي ولغاية 2011 يعرف أن حسن آتيلا هو من كان يقود التحقيق، فكانت الدولة تخفي أسماء وعناوين الأشخاص الذين كانوا يقودون التحقيقات مع أوجلان. وبعد تغيير نظام الجمهورية في تركيا تم معرفة اسم حسن آتيلا. آتيلا أوغر موظف هام للدولة التركية، بل هو الموظف المختار للدولة. خدم الدولة من عام 71 ولغاية 2007 في المجال العسكري. بعد عام 81 كان رئيسا لمخابرات الجندرمة في كردستان، أي فهو شخصية مخابراتية له دور بارز في إخفاء الكثير من مقاتلي الباكيكا، كما أدار العديد من العمليات الأمنية، فكان مضحيا فدائيا للدولة الكماليزمية والفكر الكماليزمي. وبعد وصول حزب العدالة والتنمية AKP لسدة الحكم في تركيا أبعدت الدولة عن مسار الكماليزمية. استقال آتيلا أوغر من واجبه العسكري، وتم اعتقاله في 5 من الشهر الثامن عام 2013 على خلفية قضية أرجنكون. يالتشين كوتشوك، والذي كان يعمل مستشارا وصديقا لآبو من عام 90 ولغاية 98، تم اعتقاله وآتيلا أوغر في نفس الوقت وبنفس التهمة، فقد كانا يعرفان بعضهما جيدا إذ كانا صديقين وعضوين لنظام واحد، أي لمؤسسة أرجنكون. وعدا هذا فقد كان حسن آتيلا رفيقا مقربا لصديق آبو دوغو برينجيك، وقد التحق عام 2015 بحزبه، من هو الجناح الذي تعاقد معه آبو. بعد مجيء AKP لسدة الحكم تم تغيير معدن وجوهر الجمهورية التركية وتغير نموذج الدولة. لم تعد الكماليزمية قيمة أساسية رئيسية مثل السابق، سواء في الوسط العسكري أو المخابراتي، إذ كانت الأفكار الكماليزمية تنهار. وفي البداية كان الجناح الذي بنى معه آبو العلاقات والاتفاقات هو جناح أرجنكون، أي جناح الكماليزمية. وقد أصبحت الدولة الملونة بلون AKP معترضة أمام علاقات أوجلان والجناح الكماليزمي، فكان أوجلان يعلن عن هدنة لوقف إطلاق النار في كل عملية انتخابية، وهذا ما استفاد منها AKP وصديقها آنذاك فتح الله كولان، بحيث تقوى شوكتهم داخل الجيش. فاستاء جناح الكماليزمية من موقف أوجلان هذا، فبدأوا بالتقليل من علاقاتهم مع أوجلان شيئا فشيئا، وكشفوا عن هذه العلاقات للرأي العام وبالأدلة. ففي بداية الأمر كتب حسن آتيلا كتابا بعنوان كيف تحققت مع آبو. يقول آتيلا كيف قام عبد الله أوجلان ببيع أصدقائه عام 99، وإلى أي مستوى كان يحب مصطفى كمال أتاتورك ويعظمه، وما قاله وفعله لكي لا يعدم. كتبت كل هذا. والعملية الملقبة بعملية السلام في 6 من شباط عام 2014، والتي بدأت بين الباكيكا وAKP، وكذلك العلاقات التي نشأت بين أوجلان ورئيس المخابرات التركية هاكان فيدان، استاءت الجناح الكماليزمي في الدولة، فقام على عكس هذا بنشر مشاهد تحقيقات آبو وعرضها على قناة أولسال التابعة لصديق آبو القديم دوغو برينجيك. وكما هو معروف أن دوغو برينجيك خدم الدولة التركية خدمة كبيرة تحت مسمى اليسار، بدليل أنه كان عضوا قديما للمخابرات التركية ميت، وهو قومي تركي متطرف، غير أنه استاء من العملية التي أدارتها سلطة AKP ووقف ضدها، فاستخدم بطاقة أوجلان هادفا من ورائها معاداة الجناح الإسلامي في الدولة. فقدم أوجلان ومن خلال محاميه بشكوى ضده في النيابة العامة
إسطنبول، وقال في شكواه: أنا شخص مثل بناء السلام، وهؤلاء يريدون التقليل من شأني، فكما أحبطنا لعبة الأرمن فسنحبط هذه اللعبة. هذه اللقطات والمشاهد مفبركة، وأسجل شكواي على هذه النقاط على دوغو برينتشيك. وتم نشر المشاهد جزءا، ولم يكن قادة ومسؤولي الباكيكا يريدون نشر هذه المشاهد، غير أنه وبعد انتشار التساؤلات حول هذه المشاهد واللقطات اضطروا للإجابة على بعض هذه التساؤلات. فقال مصطفى قرصو: هذه المشاهد مفبركة، يحاولون التقليل من شأن زعيمنا وإسقاطه في نظرنا، ولهذا فمن المفروض أن نجتمع أكثر حول زعيمنا وننشر فكره ونموذجه في كافة الأوساط. فقد ادعت الباكيكا أن هذه المشاهد واللقطات مفبركة، وأن الهدف من ورائها انهيار عملية السلام، غير أن دوغو برينتشيك وأصدقائه قدموا مشاهد أوجلان مع الدولة للمحكمة، فاتضح أنها حقيقية وليست مفبركة. فدعا برينتشيك محامي أوجلان وبعض السياسيين الكرد للحضور بأنفسهم لمشاهدة مشاهد أوجلان ومعرفة حقيقة أوجلان، تلك المشاهد التي تفضح علاقات أوجلان مع الدولة وتكشفها، لكي يتضح للجميع تاريخ الباكيكا وفهم حقيقة النضال في شمال كردستان، ففيها معلومات كثيرة وقيمة. وانكشفت الخدعة واتضحت قواعد اللعبة بين أوجلان والدولة، ولم يستطيعوا تغطية هذا الشيء. فلو نسق الإنسان بين هذه المشاهد وسجل ملاحظات لقاءات أوجلان لاتضح أن أوجلان أعطى الكثير من الوعود والتعهدات للدولة، وأنه مكلف من قبلها. وظائف أوجلان كمقاول. يقول أوجلان في فيديوهات تحقيقاته: araçlar isteyecek ve tartışıp planlayacağız. Uygulama için sınırsız güç var. Şimdi bunlar direkt devlet yapamaz. Şimdi neden çok önemli? Direkt Türkiye kendi gücüyle yapamaz. Zor biliyorsunuz. ABD bile dünya gücüdür. O bile taşeron kullanır. Başka çaresi yok. Başka çaresi yok. Sen bu konularda uzmansın, taşeron kullanma konusunda. Dünyada veya taşeron olarak taşeronluk yapma konusunda uzman olduğu için bu konuda bize yardım etmen lazım. Dünyada en büyük güçler bunu yapar. Evet. Rusya'sı dahil. ماذا كانت وظيفة أوجلان؟ الهدف من المعاهدة بين أوجلان ودولته هو العمل على تقوية الجمهورية الديمقراطية. يقول أوجلان: سأقوم بهذا برحابة صدر، ولن أدع طرفا آخر يستخدم الكرد لأهدافه. بمعنى آخر، ينبغي قراءة كلمة أوجلان بهذه الطريقة: سأقطع علاقات الكرد مع كافة القوى وأدمرها، وسأجعلهم محكومين لدولة تركيا. وما قاله آبو بلسانه هو: Eğer Kürt olayını biz Türkiye ile sağlam bağlayamazsak Orta Asya yolu kapatılacak. Bunu hiç unutmayın. Ermenilerle bir şu an gelişti. İşte Rusya devriliyor. Gitti adam. وقد أولى آبو اهتماما كبيرا بتعظيم تركيا، حيث قال: Bütün dünya devletleri Türkiye'yi bununla zorlamak. Şimdi tersine dönüyor. Türkiye bunlarla dünyayı, bütün bölgeyi bir defa kontrol altına alacak. Rusya'yı kontrol altına alacak. İngiltere bitti. Abi ikinci plan işte. Onun için diyorum Türkiye büyük kazandırıyorum ya. Bunu Suriye mahvoluyor. وقد استمرت حساسية آبو تجاه حماية وحفظ تركيا وتطويرها وازدهارها في كل الأوضاع، ففي كل اعترافاته فبذل الحديث عن القتل الجماعي والإبادات التي قامت بها الدولة التركية في وادي زيلان، ديرسم والكثير من المناطق الكردية وإدانتها واتهامها. فبدل اتهام هذه الإبادات تحدث آبو عن الرأسمالية العصرية، الاتحاد الأوروبي، أمريكا وإسرائيل. وبدل اتهام وإدانة الفاشية التركية اتهم القانون الأوروبي، أي أن الأحداث التاريخية والفلسفية والتي تدين تركيا في الصميم قام آبو باستخدامها لتغطية الفاشية التركية. فقد قام أوجلان بكل ما يقدر عليه ونفذه لتعظيم الدولة التركية، وآخر مرة قام بها بخدمة تركيا فيها كانت عن طريق محاميه حول الوضع في سوريا وغرب كردستان، عندما قال: ينبغي على الكرد أن ينظروا إلى حساسية تركيا بنظر الاعتبار.
اعتبار الكرد سيصبح الدم الجديد للجمهورية. عندما يرى الإنسان مشاهد فيديو التحقيقات تلك سيرى ما يمثله أوجلان من مساعد استراتيجي لدولة تركيا. فأول وعد وعهد قطعه على نفسه للدولة التركية كان أنه سيهيئ الشعب الكردي لخدمة تركيا، ويقول بهذا الصدد: Burada ben oyun oynamayacağım. Eğer devlet bana hizmet imkanı verirse, çok açık söylüyorum, inanılmaz gelişmeler ortaya çıkacak. Ben dün şeyi söyledim, yani doğudaki halkın Cumhuriyet'in taze kanı haline getirilmesi söz konusu. Beğenmediysek modeli ne yaparsanız yapın diyorum. Bu Kürt şey için de yeterlidir. Bu pozisyon üzerine. لم تكن مؤامرة دولية بل عودة عائلية. نعم، التناقض البارز هنا هو أن الشخص الذي يقول أنه زعيم ومرشد الشعب الكردي لا يريد أن يذكر ويتلفظ بكلمة الكرد أمام الدولة، فعندما يتحدث عن الكرد يقول شعب شرق تركيا، وهذه اللفظة شعب الشرق كلمة يستعملها الفاشيين الكماليزميين، وحسب قولهم أنه لا يوجد كرد بل هم أتراك الشرق. وأوجلان يستخدم نفس الأسلوب ونفس الكلام ويريد تحقيق أكثر من هذا للدولة، إذ يحاول جعل الكرد دما جديدا للجمهورية التركية وتعظيم الجمهورية بها وتقديم أفضل الخدمات لها. وفي الوقت نفسه يقول أوجلان حول موضوع كرديته في تلك المشاهد: halis muhlis bir Kürt falan da değilim. Yani ben milliyet itibariyle dediğim gibi böyle aile, ana tarafı bir, baba tarafı olan şeylerim. Kendimi her Türk'ten daha iyi Türk hissederim, yani ben onu her zaman da söyledim. Hiçbir milliyetçi Türk hatta benden kendimi daha iyi Türk saymadım. نعم، ما يتحدث عنها من المؤامرة الدولية والمقاومة الكبيرة والدفاع عن أوجلان هو ما تحدثنا عنه، فأوجلان ليس ضحية مؤامرة دولية بل عاد لمنزله ووطنه، وأنه سيخدم دولته التركية أكثر من أي وقت مضى. في الجزء الرابع سنتحدث عن هذه النقاط: كيف أخضع أوجلان الكرد لخدمة الدولة التركية؟ في أي وضع تم انسحاب مقاتلي الباكك عام 99؟ من خرج ضد أوجلان؟ ما الأسماء التي كشف عنها أوجلان للدولة خلال التحقيق معه؟ كيف نال أوجلان لقب المرشد والزعيم؟ لمعرفة إجابات هذه الأسئلة ترقبونا.